تخيل تم قاعد في الطب تحاني دورك كانك تتعالج الين فجأة الطب اللي انت فيه يدخلوها هاللخلة. والله تم قاعد في دار اهلك الين تشوف شنو هاللخلة قدامك يلعبوا من درش لا يتعدل. في مقطعنا اليوم لاهي نعتو لكم مجموعة من المقاطع ظهر فيها الجن بشكل واضح وصريح، ولولا كاميرات المراقبة مستحيل كنا نصدقه. وارك سابقنا بدء المقطع لا تنسوا تدعمونا بإعلانكم تضغطوا على زر اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكان أي فيديو نزلته يجيكم أول بأول. صلوا على النبي وبسم الله ندخلوا في مقطعنا. مقطعنا الاول هو راجل كان شاري شي من العاب بنته صغيره، غير كان دائما تجي وتقول له على اللي شرالها فيهم رقاش يخرصها ويتم لا تالبها بعيني، ولين قبضهم الوالد وتلي خرصهم له والو رقالة بنته فعلا حقيقي، ومباشره قبض تليفونه وتبارك يصور. نعت لكم المقطع وبسم الله. وكيف ما شفتوا معايا في المقطع الالعاب تحلف على النقر هم رقاج ويخرصك ما هو لاشن، وتحس بشعور غريب وانت تخرص، ولا تحلف على النقر هم جني يخرصك من الين يعطيك حد من اهلك ذول الالعاب كهجيه لا هي تقبضهم. والله بديه جاوبني تحت في التعليقات وننتقلوا للمقطع اللي بعده. المقطع الثاني هو الشاب كان قاعد قدام دار اهلهم الين شاف فجأة عند الواحد جيرانهم تتحرك وحدها ولا راكب عليها رقاش، فمباشرة قبل تليفونه وتلي يصور هذا المنظر المرعب اللي ما هو كله رقاش قد يخرص. نعت لكم المقطع ومشاهدة ممتعة. سبحان الله، للرواية قلب النجبر لها تفسير، الواحدين يدلوحوا في نفس الوقت ولا راكب عليهم أي رقاش. أي حد منكم عنده تفسير للمقطع يكتبوا لنا تحت في التعليقات. وبرك نقيسوا مقطعنا الثالث. المقطع الثالث وهو الشاب كان ماشي في الشارع ايدين شاف الحدايد دوك الخاصين به الرياضة اللي يتمرنوا عليها يتحركوا وحدهم وكأن واحد من الجن يلعب بيهم. نعت لكم المقطع ومشاهدة ممتعة. وهذا المقطع من نوعية المقاطع اللي نشوفها ما نرتاح لها، ما نعرف كانها حق والله كذب، وانتم شنو رأيكم فيها؟ وذلك ننتقلوا للمقطع الأخير والأكثر رعبا بالنسبة لي. المقطع الرابع واللي ظهر فيه جماعة من الباكستانيين قاعدين نقر الطب، يا غير فجأة الطب اللي قاعدين فيه تخلق فيه روايات غريبة لو كانت ما صورتها الكاميرا ما تجد عليه. نعطيكم المقطع وبسم الله. وهذا هو كانوا مقاطعنا لليوم. اكتبوا لي تحت في التعليقات شنو هو اكثر مقطع اخلعكم منه. صلوا على النبي ولا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة كان يوصلكم كل فيديو جديد نعدله. وبركة ودعتكم المولانا الى مرة اخرى.